بتبدأ الحلقة الثامنة من انمي اسطورة الابطال الحرب الشمالية بمشهد بيكون فيه رئيس دولة شمال امبريا والمستشارين بتوعه، وبيقعدوا يتكلموا عن الامبراطورية وطلب الاصلاح، وبيقعدوا يتناقشوا. وبتدخل واحدة وبتقول لازم نرفض طلبهم، واحد بيرد عليها او يقول لها لو رفضنا طلبهم هيستعدوا ويغزونا. فبعد كده بيدخل غلارك ويقول لهم اهدأوا لا توجد مشاكل، وبيقول لهم دعوا الامر لي. وبينتهي المشهد الاول على كده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تقولي رأيك في كومنت، وهتلاقي الحلقات بتاعت الانمي كل الحلقات اللي فاتت في قائمة التشغيل. وانمي فينلاند ساجا موجود برضك في قائمة التشغيل. هقول لك معلومة كده في السريع، ان في قناتين، قناة اسمها انمي جيمي وبتقدم محتوى جميل جدا وملخصات انمي، وكمان هتلاقي قناة اسمها زورو، والقناتين دول بيقدموا انمي. روح اشترك عندهم وفعل زر الجرس وقول لهم من طرف الكومي. ويلا بينا على الانمي. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه إيسيريا وهي مع جنديين، وبعد كده بيجي قائدهم درين ويقول لهم هيا اجتمعوا في مسرح الفنون عشان السيد غلارك عامل اجتماع، ويقول لإيسيريا ان لافي هتطلع على الخشبة. وبعد كده هي بتقول لافي وبينتهي المشهد ده على كده. ونروح لمشهد تاني بيكون فيه غلارك بيقعد يتكلم ويحكي ويقدم كمان سلاح ويوريهم ازاي هو قوي، وكمان بيوريهم فيديو ليه وهما بيجربوه. وبعد كده بيقدم لافي ويقول لافيان وينسل ويقول لها يلا قولي خطاب. فبعد كده هي بتتوتر وبتقول انا لافيان وينسل حفيدة بطل وانا سوف احمي شمال امبريا. وبعد كده بينتهي المشهد على كده. بعد كده بعد ما بيخلص غلارك كلمته هو ولافي بنروح لمشهد بيكون فيه زعماء الهيلفر مجتمعين من ضمنهم روغان، وهو بيقول لمساعدة غلارك هل كنت تعلمين بهذا السلاح؟ وهل كنت تعلمين بأن لافي سوف تكون مساعدة غلارك؟ فبتقول له نعم. وبعد كده روغان بيسأل غلارك وبيقول له ما هذا؟ فبيرد عليه ويقول له بعض الأحيان يجب علينا الكذب. روغان بيقول له تقصد الكذب والخداع. فبعد كده بيقعد يتكلم معاه وفجأة بنسمع صوت تصفيق. وبعد كده بينتهي الاجتماع على كده. بنروح للإمبراطورية وبيكون اتنين مع بعض. الأمير بيقول للي معاه إن في شمال إمبريا زاد التوتر، وبيتكلم معاه عن منظمة اسمها الأوروبوروس. وبعد كده بيقول له اتسلل لشمال إمبريا واعرف لي عنها حبة حاجات. بعد كده بيقول له إن هو سمع عن غلارك ملك البارك في الشمال أرسل لبعض الدول المجاورة وهو بيطلب منهم الإصلاحات. وبعد كده الشخص مع الأمير بيقعد يتكلم معاه، وبعد كده بيقول له أنا أثق بأن هذا سوف يحدث. وبعد كده بيقول له لا تقلق أيها الأمير ستحسب مسألة الشمال هذه السنة. وبعد كده الأمير بيقول هذه السنة. وبعد كده بينتهي المشهد على كده. ونروح المشهد ده بيكون فيه لافي وهي ماشية في الشارع، وفي ناس عمالين يقولوا ها هي حفيدة البطل فلاد وينسلد. وبعد كده ولد وبنت صغيرين بيروحوا يسألوها هل انت حفيدة البطل؟ فبترد وتقول أجل. وبيسألوها هل سوف تحمينا؟ فبتقول لهم سوف أبذل قصارى جهدي لكي أحميكم. وبعد كده إيسيريا بتروح للافي وتقول لها لافي. وبعد كده لافي بترد عليها وتقول لها إنها مشغولة لأن غلارك استدعاها وهي رايحة لمكان الاجتماع. وبعد كده لافي بتقابل روغان وبيقول لها مهلا أريد أن أتحدث معك. وبعد كده بنروح لمشهد يكون فيه غلارك وهو بيتكلم وبيكون تاليون موجود وبيسمع الكلام وبيبقى غلارك بيقول إنه بيخطط إنه ياخد كل حاجة في الآخر لنفسه. وبعد كده مساعدة غلارك بتقول له إنه حفيدة البطل في طريقها إلى هنا حاليا. بعد كده هو بيقول بعد أن أصبح الحاكم الأعلى لن أحتاج تلك الفتاة. وبعد كده بيقول إنه بيجهز نهاية طليق بحفيدة بطل كمكافأة على خدمتها. وبعد كده بنروح لروخان وهو بيتكلم مع لافي ويقول لها لماذا اخترتي أن تصبحي خليفة غلارك؟ وبيقول لها اتكلمي وإن لم يعجبني جوابك لن أرحمك. قالت له أريد حماية شمال إمبريا ولكنني لن أستطيع فعل هذا وأنا يغر. قلت له كمان إني في الحالة اللي هي فيها دلوقتي تقدر إنها تعمل شيء، تقدر تحمي شمال
إمبريا، وقالت له كمان إنه يجب عليها إنها تستغل كل شيء لا تستطيع فعل شيء لحماية شمال إمبريا. فبيرد عليها روفان ويقول لها كونك حفيدة بطل لا يجعلك شيء، ويقول لها الاستفادة من إنجاز الغير حماقة. فبتقول له لست مهتمة بذلك. فبيرد ويقول لها ومن الآن وصاعدا فسوف أعتبرك تهديدا. وبعد كده بيقول لجنوده امسكوا بها. فبيحاولوا يمسكوها ولكن دي لافي فبتفلت من واحد اللي هو ماسكها، وبعد كده بتضربهم واحد ورا واحد. وبعد كده بتجري ورا روغان وتكتشف ان كلارك مات مسموم. تنتهي الحلقة على كده. طبعا الحلقة مشوقة جدا، وصح الحلقات الجاية هتتأخر شوية ومش هوصيك الحلقات كلها في قائمة التشغيل، روح شوفها لو مشفتهاش. وكمان انمي فينلاند ساجا برضك في قائمة التشغيل. ويلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي رأيك في كومنت. ويلا سلام.